كسب الفطاحل. عرب اسيا كعبهم عالي على عرب افريقيا. Yeah, please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. شوف هذه. عشان عاد كنجلس بوحدي، علاش؟ ما بقى معاه من تجلس. الحقيقة الرجال اللي عشت معاهم انا، شي راه في الغربة، شي راه مات، شي راه في الحبس، شي راه تصدق. هات المغرب، هات المغرب، وهات المغرب، هات المغرب، هات المغرب، هات المغرب، هات المغرب. Yeah, please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah, please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off. تخرج المغرب غدوة، اقسم بالله غير كبش نحطوا، وراكم تعرفوا الكلمة هذيك والله. والناحية طريفات اللحم كيما تقول يما نديروا بهم الجفنة تاع الرشتة تاع كيما خرج دي جي رافيق. وغادي نتذكر انا انت مالك صاحبي درتي لي القوق في راسي مالك وانا ما غنتفاك وتبعتونا على البيعه والشريه نتوما مالكم قواصه ما غنتفاكش معاك. جلس نتذكر انا فين ما مشيت نلقاك ودابا بلاتي دابا لا واش كندير معاك انا صافي ما تدير باش منتخب يحس عمره قوي خليه يشرف. معك المغرب. اي منتخب. المغرب باذن الله 2-0. كم؟ 2-0. منتخب الامارات ياسين بونو حيلعب نهائي سعودي ما خسران 5-0. ما كاينش معامل، ما كاينش. هتسأل عن المنتخب العربي اللي مشرف الكرة العربية في كل المحافل العالمية والدولية، هتكون الإجابة بما لا يدع مجالا للشك وبدون أي منافسة منتخب المغرب. يعني أسود الأطلس مشرفين الكرة العربية بشكل ما حصلش قبل كده في التاريخ. يعني على مدار تاريخ الكرة العربية كلها ما حصلش إن في منتخب عربي قدر يوصل سيمي فاينال كاس عالم كبار، ووصل فاينال كاس عالم شباب، واولمبياد بالمنتخب الاولمبي. يعني عامل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره على اعلى مستوى كروي في العالم. انا بكلمك على كاس عالم كبار، بكلمك على كاس عالم شباب، بكلمك على اولمبياد. يعني مش بنتكلم على مستوى بطولات ضعيفه ولا بطولات متوسطه، احنا بنتكلم على اعلى وارقى مستوى للكوره على مستوى العالم كله. المنتخب المغربي قادر انه يناطح اقوى واهم واكبر واعرق المدارس الكرويه العالميه، بل ويتفوق عليها. عايز اقول لك ان النموذج الان للشغل اللي بيتعمل صح في الوطن العربي كله وفي افريقيا وفي منطقه الشرق الاوسط، الثلاث مناطق دول هو ما يفعله الاتحاد المغربي والمنتخب المغربي. اما نشوف المغرب راحت بتاخد كاس العالم للشباب اللي هم دلوقتي بيجهزوه انه ياخد كاس العالم، هو طلع الرابع. ايه ما انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا نسيتوا يا حبايبي ولا ايه؟ ده طلع الرابع في كاس العالم اللي فات. فهم بيجهزوا الجيل ده عشان خلاص ده كسب اسبانيا وكسب فرنسا وكسب الارجنتين وكسب الفطاحل. داس على الفطاحل كلهم، داس عليهم وكسبهم وخد كاس العالم تحت 20 سنه. بيجهزوه لايه بقى؟ يبقى في فيناليستا يعني في الفاينل، يقعد يبقى موجود في النهائي بتاع كاس العالم للكبار على الاقل. صح صالح، بالمغرب والجزائر افضل منتخب بالنسبه لك انت؟ المغرب شبدا واضحين، ما يكون فيش عاطفه. اليوم المغرب منتخب المغرب يوصل لدور نصف نهائي، انجاز رياضي مهم. الملاعبيه اللي موجودين
لوساتور معناتها قاعدة موجودة وبالعكس زادت كبرت وزادت مشيت لقدام. واقعيا اليوم هذه حسب التصوير الكل شنو تعطي المغرب اليوم، ولات عنده اكسبيريونس، ولات عنده سافوار فير، ولات عنده ثقة زاد، خاطر الثقة راهي مهمة. كنا بنحكيو على التراديسيون انك عندك باش تنجم توصل ادوار متقدمة في كأس العالم وتكون البلد العربي الوحيد اللي يوصل للدور نصف نهائي ويشيد به العالم، هذه في حد ذاتها معناتها تعطيه معناتها حافز معنوي مهم برشا. بالنسبة لي انا المنتخب المغربي اكثر فريق مؤهل، انا قلت لك حتى من اكثر من الناس اللي متنبأة انه المنتخب المغربي نجم يوصل للدور نصف. المغرب والسعودية في الفاينل، والسعودية تثأر لما حصل لها في دور المجموعات. الثأر لا يموت بل يسترد يا مغاربة، الثأر لا يموت بل يسترد، وراح ناخذ حقنا في فاينل كأس العرب، وراح تكون مباراة العمر. واقول لكم اياها من الاخير، هذا الفاينل لن ينساه اي مغربي واي سعودي على وجه الارض، لان اصلا الفوز امام المغرب في الفاينل له لذة. هاتوا المغربي، هاتوا المغربي، هاتوا هاتوا هاتوا, هاتوا. ما كاينش ما كاينش. انا بالنسبه لي للمنتخب الاماراتي افضل من المنتخب المغربي. ليش؟ اليوم انت كسبت الجزائر بطل النسخه الماضيه. الجزائر يعتبر واحد من الفرق الكبيره في يعني عرب افريقيا اللي وحامل اللقب. هي وحامل اللقب، يعني وحامل اللقب. اليوم انت الامارات فين جاوا؟ الامارات هيمشيوا لها في الطياره، مش هما اللي كان عندهم القدامي؟ والله قالت لي امها هادو تولي الحج. مسلمين. هذا عليك الله يعلم. ماتش المغرب والامارات، المنتخب المغربي اللي بدون هزايم مشي يلعب الدور النهائي. معناها الفريق الوحيد اللي قاعد من شمال افريقيا مبينوا اللي هما فريق كعبه عالي، فريق اللي عرف كيفاش يتصرف في البطوله ككل، اللي هو المنتخب المغربي اللي اللاعبين نتاعو عندهم الخبره الكافيه ويعرفوا مدربه زاد السكتيوي اللي زاد قاعد يقدم في بطوله طيبه، مش البطوله هذه برك حتى من قبل. الشعب المغربي خلاص طموحه ما بقاش فكره ان انا راح امثل منتخب واعمل ماتش حلو واطلع، لا، الشعب المغربي دلوقتي بيفكر انا رايح للبطوله، انا رايح اخد البطوله. وانا بقول لك ان المنتخب المغرب هو المرشح الاقوى في هذه البطوله للفوز بلقب بطولة العرب. المنتخب المغربي من أول يوم هو مرشح إنه يكون منافس جدي على هالبطولة. تكليف السكتيوي بإدارة الموقف، أفكاره كانت واضحة، تأثيره في كل المباريات كان موجود، تغييراته، اختياراته. السيمي فاينل المغرب والامارات، عرب اسيا الى فرقه وحيده من عرب افريقيا المنتخب المغربي، وبتنجح في الوصول الى المباراه او الدور النهائي. المغرب عنده خبرات، منظم تكتيكيا جدا، منتخب تقيل بصراحه. الراجل من الواضح ان هو بينفذوا تعليماته بنسبه مش اقل من 90%. طبعا الف مبروك لمنتخب المغرب. ما اعتقدش ان هي مفاجاه لحد ان منتخب المغرب موجود في البطوله، بالتالي هو مرشح يعني فوق العاده. منتخب عنده اسلحه كتيره. انا بزعل ابراهيم لما بشوف المغرب وصلت للمكان اللي هم وصلوا فيها دي، بتضايق. ده مش نتاج ابراهيم شهر ولا شهرين ولا ثلاثه، لا ده سنين كتير. الناس دي بتخطط بقالهم سنين يا ابراهيم. فاسمار وسيدي المغاربه ما غادي يكونوش اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كانت الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري، الا ما فكيتيش الان سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمه، ضعيف الوزن، منعدم القيمه.